يا مساء الخير، هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الجميع بأفضل حال. نبتدي يومنا ونبتدي روتينا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيت أخذكم ويانا جولة صغيرة بالسيارة. متوجهين الآن إلى السوق، يعني نشتري أغراض البيت أو احتياجات البيت من السوق. وهسه هذا الطريق، يعني الطريق المتوجهين به للسوق. حبيت أخذكم وياي جولة صغيرة. ورحنا للسوق وسوقنا وجبنا بخضرنا. هنا جاي أشوفكم بنات، سوقنا بوتيتة وطماطة، يعني احتياجات بيتنا، يعني احتياجات يعني محتاجينهن للبيت. وهنا دجاج، جبنا دجاج وشاي. هذا شاي 3 يعني خبطات خبط بيه، 3 أنواع من الشاي خبط بيه، وحتى هيل ضاف وياه. وهنا لبن، وهنا اشترينا باكة، هاي هنا كسرها لنا القصاب. وجبنا سليق وخضرة ولحم وليه، واشترينا سيامة مال ماعين، واشترينا شعرية. يعني هاي الاحتياجات كل بيت عراقي يحتاجهن. وهنا وكياس مال حاوية أعزكم الله، وماجي، وهذا اللحم والليه، لأن اشتريت اللي أنا بدي أسوي بيهن دولمة. إن شاء الله الفيديو الجاي اللي ينزل أنا راح أسوي دولمة. وهنا فلافل، اشترينا كيسين، كل كيس بنص كيلو. وهذا السليق اشترينا باقة، شفتها يعني الباقة زينة ورخيصة، سعرها مناسب، يعني الباقة على 1000. ما أدري بس بسوقنا لو الأسواق كلها على 1000. وهاي هنا الشعرية، 3 أكياس شعرية. وهسه بديت أغسل المخضر اللي اشتريناه. هسه بديت أغسل الطماطة وأشيل الورق الفوق الطماطة مالتها، وأبدأ أغسلها من الطين من الأتربة، أغسلها غسلة زينة. خليتها ببطن السنك وخليتها مصفي، وبديت أغسلها طماطية يعني. والباقي المسواق ما يحتاج غسل. بوتيتة على بصل كلها صفطتها بالعلبة مال البوتيتة، السلة مال البوتيتة والبصل واللحم والباقي اللحوم كلها صفطتها بالثلاجة. وهنا بديت أحضر وجبة غدانم. هنا طبخ الدجاج شوي، أخليه ياخذ يعني تشويحة حمسة، وبعدين بالأخير أضيف له شوية زيت. وهنا أنا بديت أضفت له النوم وبصرة والبهار. وهنا أنا بنات صار بيا والله مقلب، ثرمت البصل ونسيت أخلي البصل، بعدين تذكرت أنا ما مخليه بصل، بس الحمد لله والشكر هم طلعت المرقة طيبة. شوفوا هنا ضفت البصل، قلت أول تالي أنا أنسى البصل، شلون أنسى البصل ما أضيفه؟ وأنا يعني على العلم أنا يعني ثارمته وقطعته بالتختة وخالته بماعون. وهنا أنا ضفت الملح وخليت طماطة ونوم وبصرة، وأنا حمسته بالزيت، وبعدين ضفت له شوية مي، وبعدين خليته يتعرق يعني شوية تبقبق عند المرقة، وبعدين أضيف له المي المرقة. وهنا استوى غدانه. سهمنا وسهمكم العافية، وتمنيناكم ويانا، يعني غدا بسيط الحمد لله والشكر. الله يدوم النعمة علينا وعليكم. دجاج وخبز وتشريب. وهنا أقولكم تفضلوا ويانا متابعاتي. فضلا وليس أمرا.
يعني اشتركوا بالقناة وفعلوا لايك حلو مثلكم، على مود كل ما انزل فيديو ينزل عندكم اشعار. وهنا اهلنا راحوا الكربلة زاروا وندعونا وجابونا صوغة من كربلة، وهي حلويات المصطفى الغنية عن التعريف وطعمها يجنن نهاية العالم. هنا لو زينة جابونا. وهنا هاي الحلاوة الرملية، حلاوة رملية. وهنا جابونا يعني كعك همين من حلويات المصطفى، حلويات مشهورة ومعروفة بكربلة، أو أعتقد حتى اللي يعني السياح المسافرين اللي يجون الكربلة كلها تعرف الحلويات المصطفى. وهنا أنا هذا الكعك همين قبل التصوير أنا فتحته وضقت منه يعني كعكاية طيب كلش طيب الكعك مالتهم. وهنا اجتنا صاغة من المسيب حليب، يعني صحولة حليب جمس، حليب كان مجمد. وهسه احنا راح شو نسوي بهذا الحليب؟ الوالدة الله يحفظها فورت الحليب حبايب وخليته بجدر، يعني هي هاي الدبة اللي قدامكم احنا يعني كله فرغناه وفرغنا الحليب وكان الحليب جامد. وهنا الحليب مو فورناه، خليناه شوية يبرد وبعدين دخلناه للثلاجة يوم كامل. وهنا من طلعناه يوم كامل هنا قمنا نطلع من يم القيمر مالته، قيمر مال الحليب باعوه شلون كأنما قيمر انت مشتريته، واطيب من القيمر اللي نشتريه من برا. القيمر اللي برا يضيفون له نشا، يكثرون له بالنشا عمد يصير ثخين، هنا براسه لا ضايفين له لا نشا ولا يعني غير مواد، وكلش طيب. وباقي الحليب حبايب الوالدة سوته إنه يا روبة، إن شاء الله بالفيديو الجاي راح أقول لكم شلون سوته روبة. واللي هنا ينتهي فيديونا، نلتقي في فيديوهات جديدة. دمتم في أمان الله وحفظه، ومع السلامة حبايب قلبي.